يا بنتي أنا صايمة بقالي 14 ساعة، حاسة عضلاتي بتتبخر كده، هصحي ألاقي دراعي بقى خيط. يا شيخة اهدي، هو انتي فاكرة جسمك غبي؟ ده عندك مدير شغال وردية ليل اسمه هرمون النمو. مين ده كمان؟ جار جديد في العمارة؟ لا يا قلبي، ده هرمون اسمه GH، بيطلع من الغدة النخامية في المخ. وظيفته ايه؟ يبني عضلات، يقوي عظم، ويقول للدهون يلا يا حلوين هنشتغل النهاردة. استنيه، يعني وانا صايمة؟ طبعا، اول ما تصومي الانسولين ينزل، اول ما الانسولين ينزل الجسم يقول افتحوا البوابة لهرمون النمو. يا نهار ابيض، يعني الصيام بيشغل المصنع ويشغله بكفاءة كمان. الدراسات بتقول ممكن يزيد 5 ل 10 أضعاف عن وقت الأكل، خصوصا بعد 12 ل 16 ساعة صيام، وبالليل بيبقى في قمة نشاطه. طب بيعمل ايه بقى غير انه يتفشخر علينا؟ أول حاجة يمسك العضلات ويقول محدش يقرب منك، يعني يحميها من الهدم، عضلاتك زي الفل. تاني حاجة يقول للدهون اتفضلي يا مدام عليكي الدور، فيبدأ الجسم يحرق دهون بدل ما يقرب من العضلات. حلو قوي. وتالت حاجة يعمل صيانة، يصلح الخلايا والأنسجة بعد أي تعب أو مجهود، ويحافظ على شباب الجسم. يعني أنا مش بهد جسمي، أنا بعمل له صيانة دورية بالظبط. فلو حد قالك الصيام يضيع عضلاتك، قولي له روح ذاكر فسيولوجي الأول. استعدوا يا دهون، المدير جاي. لو الفيديو عجبك واستفدت حتى بمعلومة بسيطة، اعمل لايك وشير بسرعة علشان توصل المعلومة لناس أكتر، واكتب في الكومنت جاهزين للتغيير علشان نكمل السلسلة وننزل فيديوهات أقوى طول رمضان. واشترك في القناة وفعل الجرس، واستعدوا للتغيير مع هيل اند رايز.